محمد صلاح عايش دلوقتي في قصر أسطوري بتركيا. تعالوا نعرف تفاصيل حياته الجديدة. تخيلوا معايا كده إن واحد من أشهر لاعبين كرة القدم في العالم بعد ما أنهى رحلته التاريخية مع ليفربول بينتقل إلى تركيا وبيبدأ فصل جديد من حياته في مدينة ساحلية هادئة. لكن المفاجأة مش بس في النادي الجديد، الناس كلها بتتكلم عن المكان اللي محمد صلاح عايش فيه، وعن تقارير صحفية بتقول إن هو اختار تفاصيل فاخرة عن فيلا هيعيش فيها مع أسرته. فهل فعلا محمد صلاح هيعيش في قصر شبه قصور ألف ليلة وليلة؟ طب ايه حكاية الفيلا اللي قالوا ان قيمتها بتوصل ل125 مليون ليرة تركية؟ طب يا ترى الأرقام والتفاصيل المنتشرة عن البيت الجديد حقيقية فعلا؟ تعالوا نعرف الحكاية من البداية. محمد صلاح بيدخل مرحلة جديدة تماما في مسيرته الكروية بعد رحيله عن ليفربول، النادي اللي قضى معاه 9 سنين وحقق خلالهم أرقام وبطولات تاريخية. والواجهة الجديدة كانت تركيا، نادي طرابزون أعلن التعاقد مع النجم محمد صلاح لمدة عامين في صفقة نالت اهتمام ضخم داخل تركيا وخارجها. وحسب التفاصيل المعلنة إن محمد صلاح هيحصل على دخل سنوي بيصل ل 17 مليون يورو، بالإضافة لمزايا أخرى مرتبطة بالأداء وحقوق المنتجات اللي بتحمل اسمه. يعني ببساطة كده الصفقة دي مش مجرد انتقال لاعب كبير لنادي جديد، لكنها واحدة من أكبر صفقات اللي شهدها النادي التركي. بس الصحافة التركية ما سكتتش، بدأت إنها تتكلم عن تفاصيل إقامته الجديدة في مدينة طرابزون، وبدأت تتداول تقارير إن النجم محمد صلاح اختار فيلا فاخرة في منطقة فاخرة ومنطقة معروفة بالهدوء وإطلالاتها المميزة، وهو أمر بيتناسب مع طبيعة حياة صلاح أصلا وأسرته، خاصة إن الخصوصية بالنسبة لأي نجم عالمي بتكون مهمة جدا. لكن لازم نوضح برضو نقطة مهمة، إن التفاصيل الخاصة بمواصفات الفيلا وسعرها انتشرت في تقارير إعلامية، لكن ملهاش أي تأكيد رسمي من محمد صلاح أو النادي. يعني ببساطة لما بنسمع إن قيمة الفيلا 125 مليون ليرة، أو إن مساحتها 450 متر، أو إن فيها 8 غرف نوم و6 حمامات، الأفضل نتعامل مع الأرقام دي باعتبارها تفاصيل متداولة في تقارير صحفية بس، لكن مش معلومات رسمية مؤكدة. وده مهم جدا لأن محمد صلاح حياته الخاصة مش دايما بتكون معلنة بالتفصيل. مدينة طرابزون مختلفة تماما عن أجواء المدن الأوروبية الكبيرة اللي عاش فيها محمد صلاح في سنواته الأخيرة. هي مدينة ساحلية في شمال تركيا، وفي طبيعتها جبال وبحر وأجواء هادية، وطبيعتها دي بتخليها ممكن تكون مناسبة جدا للاعب بيبحث عن مكان هادي بيعيش فيه بعيد عن مشاكل المدن الكبيرة. وبرضو التقارير المتداولة كانت بتقول إن الإقامة الفاخرة كانت جزء من ترتيبات انتقال صلاح إلى المدينة، لكن الأكيد إن النادي كان أمام تحدي كبير. إزاي هيستقبل لاعب بحجم محمد صلاح ويضمن له كل الظروف المناسبة عشان يركز داخل الملعب؟ لأن صفقة محمد صلاح مش مجرد راتب، الأرقام الخاصة بعد صلاح هي واحدة من أكتر الأشياء اللي أثارت الجدل. فبحسب ما أعلن إن قيمة الدخل السنوي بتوصل ل17 مليون يورو، والصفقة فيها نسبة 20% من إيرادات بيع المنتجات الرسمية اللي بتحمل اسم محمد صلاح، إلى جانب مكافآت مرتبطة بالأداء. وده معناه إن النادي مش بس بيتعاقد مع لاعب، لكن بيتعاقد مع اسم عالمي قادر أيضا على جذب المشاهير ورفع مبيعات القمصان والمنتجات الرسمية. والأجمل إن استقبال صلاح كان استثنائي. من لحظة وصوله لمدينة طرابزون ظهر حجم الشعبية الكبيرة اللي بيتمتع بها اللاعب المصري محمد صلاح. جماهير النادي خرجت لاستقباله بأعداد كبيرة جدا، والاهتمام الإعلامي بالصفقة كان ضخم. وبالنسبة بقى للجمهور التركي، وصول للاعب بحجم محمد صلاح كان بيمثل لهم حاجة استثنائية. أما بالنسبة لمحمد صلاح نفسه فهي بداية جديدة بعد سنوات طويلة في الدوري الإنجليزي. لكن السؤال الأهم، هل فعلا القصر بالفخامة دي؟ هنا لازم نفرق بين الحقيقة والتقارير المتداولة. حتى الآن مفيش أي تأكيد رسمي، لكن الأكيد إن محمد صلاح انتقل بالفعل لنادي طرابزون، وإنه وقع عقد ضخم لمدة عامين، وإن حياته في تركيا هتكون مختلفة تماما عن سنواته اللي فاتت في إنجلترا، وإن أيامه الجاية هتكشف لنا تفاصيل أكتر عن مقر إقامته وحياته الجديدة هناك. وفي النهاية، من شوارع القاهرة إلى بازل ثم تشيلسي وروما وليفربول والآن طرابزون، محمد صلاح بيكتب فصل جديد من قصته. فهل هينجح الفرعون المصري محمد صلاح في صناعة تاريخ جديد في تركيا؟ وهل هتكون تجربة طرابزون مجرد محطة جديدة في مسيرته، ولا واحدة من أهم المفاجآت في نهاية مشواره الأوروبي؟ قولوا لنا رأيكم في التعليقات. هل تتوقعوا محمد صلاح يتألق مع طرابزون سبور؟